السلام عليكم. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن أسطورة نرجس وعن اضطراب الشخصية النرجسية، واتفقنا ان مفيش حاجة اسمها اضطراب شخصية نرجسية، وان شاء الله مفيش شخصية ولا حاجة، لكن في حاجة اسمها السمات النرجسية. السمات النرجسية دي بقى بتيجي ازاي؟ لو هنرجع للأسطورة، نرجس عاش طول حياته من غير ما يشوف نفسه، وفي نفس الوقت طول حياته والناس بتقوله ان هو جميل قوي، وده بشكل ما بيتفق مع اللي قالته دكتورة أليس ميلر في الكتاب بتاعها The Drama of the Gifted Child أو مأساة الطفل الموهوب. في الكتاب دكتور ميلر حطت وصفتين علشان تعمل شخصية نرجسية في البيت بدون فرن. الوصفة الأولانية على طريقة دونالد ترامب. أخت دونالد ترامب ماري ترامب كانت بتحكي إن أبوهم وهم صغيرين كان بيشكر في أي حاجة يعملها دونالد ترامب، على أقل تفة يقول له برافو عليك، ومربيه على الاستحقاق من وهو قد كده اهو، والنتيجة طبعا زي ما احنا عارفين. أما الوصفة التانية فهي طريقة الأسطورة، واللي عادة للأسف بتحصل مع الطفل الموهوب أو الجميل. الطفل ده بيعيش السنين الأولى من حياته من غير ما يشوف نفسه، بيتحول لمجرد مراية أبوه وأمه بيشوفوا فيها إنجازاتهم وقد إيه هم جامدين ومهاراتهم في التربية عظيمة، وبيبقى هو المسؤول الأول والأخير عن شعورهم بالنجاح أو التحقق أو حتى الرضا. فبيكبر الطفل ده من غير تعريف داخلي لنفسه ولقيمته، وبيعتمد بالكامل على رأي الآخرين، وبشكل غير واعي بيستخدم نفس الأساليب اللي كان بيستخدمها علشان يحصل على انتباه أو رضا أبوه وأمه وهو صغير في الحصول على رضا وانتباه العالم وهو كبير، سواء بقى بانه يتجاهل مشاعره بالكامل علشان يبان شخص لطيف ومهذب، او انه يعمل اكبر قدر ممكن من الدوشه، او انه يموت نفسه انجازات علشان بس العالم يشوف. زي نرجس، الشخص ده مش بيقدر يحب حد تاني ولا حتى عياله، لانه زي ما عاش سنينه الاساسيه وهو مجرد مرايه، الناس كمان بالنسبه له بتتحول لمجرد مرايات بيحاول يشوف فيها نفسه اللي ما شافهاش. المزيد من السحلات ابحث عن الزرار.